النهارده بقى جايبه لكم مكان روعه بجد. تحسي كده ان انت في رحله سفاري. شايفين الجبال وشايفين الانوار الجميله دي. اول ما تدخلوا كده هتلاقوا خيم عادات بدويه. بصوا شايفين المنظر، شايفين الدخله عامله ازاي. حلوه قوي قوي. غير طبعا الرقص والاغاني البدويه اللي بتوديك لعالم تاني. غير طبعا الخيم، طبعا ان انت تختاري ان انت تقعدي في خيمه مكشوفه زي كده، او الخيم اللي هي متقفله مع ديكورات المكان الجميله اللي فعلا بتحسسك بان انت في قاعده في مكان مميز. تيجوا بقى للمنيو، القمر ده فيه جميع المشويات والمشروبات، وكمان للخبز الصاج. طبعا احنا بنقول الخبز الصاج، هم بيقولوا عليه خبز كده، انا نسيت اسمه، كان اسم غريب وحبيت ان انا اعمل او اشوفه بيعمل ازاي. وطبعا ده الرغيف بتاعي، شايفين الجمال؟ والله رهيب يا جماعه، والله رهيب. وطبعا الاحلى والاحلى ان انت بتاخدي الرغيف اللي انت بتعمليه، فقال لي دوت خديه يلا. هنا بقى الطواجن هنا فيها جميع المشويات، في كمان حمام، في حاجات كتير في الطواجن دي بتختاريها وبتبقى معموله على الفحم. ويا جمال الاكل معمول على الفحم في طواجن. تيجوا بقى نتفرج على المندي هو طالع كده، شكله مغري اصلا. انا بجوع وانا بعمل الفيديو. شايفين الجمال؟ شايفين طبعا الريحه كده واصله لكم. هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. وهنا فعلا كنت لازم اسكت على اللحمه اللي دايبه، الرز الرهيب، ريحته جميله جدا. اللحمه بجد كانت دايبه ذوبان، والرز مظبوط قوي قوي قوي. غير طبعا الممبار اللي كان مظبوط، وكانت سوى الرز فيه حلو قوي. بس كانت اللحمه كانت محتاجه شويه ملح، ومعلش يا جماعه بما اني شيف فالاكل لعبتي، فبركز في التفاصيل. ولكن الاكل كان مظبوط قوي، سوى المشاوي والفراخ والحاجات كلها كانت حلوه. وطبعا ما ينفعش بعد الاكله دي ما تاكليش كنافه من على الفحم، بجد طعمها رهيب. وغير الاجواء بقى والحاجات اللي هي الناريه والرقص البدوي والحاجات الحلوه، بجد بتخليكي في حته تانية خالص. الاجواء كانت جميله جدا، انا مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم المكان كان قد ايه جميل. وبجد هتستمتعوا بكل لحظه وانتوا قاعدين في المكان ده. المكان ده اسمه قريه الغزال، غزال الريم. حلو قوي للمأكولات البدويه، والاجواء فعلا مريحه، وان انت مش عايزه تسيبي المكان او مش عايزه تروحي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.